السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبابي، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في قناتي بستان المشغولات. النهاردة معادنا مع فيديو جديد في تعليم الكروشيه. حبيت أوريكم الوردة دي ونشوف مع بعض هنعملها ازاي. مكونة من 3 طبقات، ونقدر نعملها أكتر من كده كمان. دي طريقة من ضمن طرق كتيرة جدا لعمل الوردة. فاحنا هنشوف الطريقة دي لانها سهلة وبسيطة جدا بالنسبة للناس اللي لسه مبتدئة. وبعد كده هنشوف مع بعض كذا طريقة وكذا شكل للوردة، بس هنشوف مع بعض الطريقة دي دلوقتي علشان هي ابسط حاجة بالنسبة للمبتدئين. يلا نشوف. اول حاجة بعملها انا بعمل عقدة البداية كده. بعد كده بعمل سلسلة مكونة من 4 أو 5 اهي، وبقفل السلسلة دي بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين كده، الغرزة المنزلقة. مش بحتاج ان انا ارتفع سلسلة او 2 او 3. لا، انا هعمل اول حاجة غرزة حشو كده، فدي انا مش محتاجة ان انا ارتفع. بعد كده بعمل غرزة نص عمود اهي. بعد كده بعمل غرزة عمود بلفة، واعمل غرزة تاني عمود بلفة. يبقى انا كده بدأت الوردة بغرزة حشو. بعد كده نص عمود، عملت غرزة. بعد كده عملت 2 عمود بلفة، برجع واعمل 2 نص عمود اهم. بعد كده غرزة حشو. دي اول بتلة في الوردة زي ما احنا شايفين كده. بدأناها غرزة حشو، 2 نص عمود او 1 نص عمود، 2 عمود بلفة، 1 نص عمود، 1 حشو. تمام. بعد كده ابدأ في البتلة التانية. دي اول واحدة اللي هي الحشو. بعد كده 1 نص عمود، بعد كده 2 عمود بلفة اهم. بعد كده نص عمود 1، واعمل حشو 1. بعمل منها 3 او 4 على حسب انا هبدأ الوردة بتاعتي بايه. انا خلصت كده 4 بتلات من الوردة اللي معايا. في كذا طريقة اقدر اشتغل بيها الوردة. انا هعمل 3 سلسال اهي، معايا كده 3. بنزل فين؟ بنزل هنا في الغرزة الحشو اللي انا عملتها جنبها بالظبط، واعمل منزلقة تقفل معايا العمود السلسلة اللي انا عاملاها اهي، واعمل تاني 3 سلسلة. وفي نهاية البتلة ما بين البتلة والتانية بعمل المنزلقة دي علشان اثبت السلسلة بتاعتي. وفي طريقة تاني اقدر اعمل بيها ده، بس انا هوريكم الطريقة دي الاول. وباجي هنا عند اخر سلسلة، المفروض ان انا بنزل في الغرزة اللي هي كانت نهاية البتلة دي اللي معايا في الاول. بس انا مشيت بالسلسلة دي اللي هي كانت اول واحدة، فانا هعمل الغرزة المنزلقة هنا في نهاية السلسلة اللي معايا، وابتدي اعمل البتلات اللي انا عملتها في الاول اللي هي كانت الجزء الاولاني في الوردة بتاعتي. هعمل ايه؟ اول حاجة بعمل غرزة حشو اهي، بملأ الفراغ اللي من السلسلة بتاعتي اللي انا عملتها.
تاني حاجة بعمل نص عمود، واحدة اتنين، لان انا لازم اكبر. انا عملت هنا واحدة بس نص عمود. بعد كده بعمل اتنين عمود بلفة اهم. بعد كده بعمل اتنين نص عمود وغرزة حشو. البتلة اللي في الدور التاني من الوردة، بالنسبة للبتلة اللي معايا انا عملت اول واحدة حشو، تمام، اتنين نص عمود، اتنين عمود بلفة، وكملت اتنين نص عمود وواحدة حشو، لان انا بكبر البتلة دي عن اللي هي الدور الاول. الدور الاول عملتها اصغر شوية، هنا انا بكبر العواميد، واكمل باقي السلاسل اللي موجودة عندي بنفس الطريقة. اول واحدة بعملها حشو اهي، واللي جنبها بعمل نص عمود اتنين، تمام. بعد كده اتنين عمود بلفة، ادي واحد، ادي اتنين، واتنين نص عمود جنبها، والاخيرة بعمل واحدة حشو، وبكمل باقي السلاسل بنفس الطريقة دي. انا كده خلصت الصف التاني من الوردة، ودي الوردة البسيطة جدا اللي يقدر اي حد يعملها. وهكتفي بالدورين دول بس علشان خاطر المبتدئين ما يبقاش صعب عليهم الموضوع، وعلشان التنفيذ معايا يبقى بسهولة. ودي اول طريقة، وبعد كده هنشوف طرق مع بعض كتير. بس اتمنى تعملوا لي لايك وشير وتعليق جميل، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله.